السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز، والنهارده اهو انا في سيراميكا كليوباترا. مفيش وقت طبعا ان انا اروح اكتر من معرض علشان خاطر اختار وانقي والكلام ده. تعالوا بقى معايا كده نختار السيراميك بتاع الشقة كلها، وخليكم بقى معايا واحدة واحدة عشان الاسعار جميلة جدا وربنا يستر دعواتكم. اول حاجة ابتديت ان انا اخش كده على الحمامات. انا مش هغير الحمام، انا هغير الشقة كلها بالنسبة للسيراميك. والحمد لله كده الناس شغالة عندي في الكهرباء وفي السباكة، فالسيراميك هيجي وبإذن الله هيتركب على طول. بس انا ايه اللي خلاني اخش على الحمامات؟ لان الارضيات بتاعتهم، الولد اللي واقف في الفرع قال لي ان الارضيات دي بتتركب في اي حتة. يعني انت لو انت اخترت ارضية من حمام مفيش مشكلة، انت بتاخدها. فانا دخلت كده الفرع بنشوف بقى كده السيراميك. الارضية اللي فاتت هي كانت عجباني جدا ان هي فاتحة وفيها تجزيعة. فاهمين اقصد ايه؟ انا نفسي الشقة برضو، انا باخد رأيكم وانتوا تتكلموا معايا. بصوا السيراميكا دي حلوة جدا والتجزيعة اللي فيها، بس انا كان نفسي ان هي تكون على جراي اكتر. يعني السيراميكا تكون فاتحة، او اعمل وزرة ووزرة اللي هي بلاطة وبلاطة. برضو انا لسه بشوف وانتوا برضو معايا، ودي كانت عجباني جدا برضو. دي بتكون بورسلين، يعني قطع بورسلين. شفت عندهم كام حاجة، هو للأسف الأسعار بس هي هما بيبقوا معلقين على كل طقم السيراميكا بكام المتر. تمام، وعلى حسب برضو المساحة. يعني في ناس بتجيب السيراميكا صغيرة، في ناس بتجيبها كبيرة. زي ما بقولك المراية دي برضو عجباني جدا جدا. دخلت بقى ايه، قلت اتفرج اخد ايه فكرة علشان خاطر ايه نقول للمهندس اللي عندنا على الحاجة. طبعا انا بوري لودي، يعني انا بختار وبوري لودي طب ايه رأيك، طب انت شايفة ايه. هي برضو بتبتدي انها تجيب الحاجات بتاعتها، ده 1836 جنيه. فبرضو المتر عامة مش مشكلة، ملناش دعوة بالأسعار دلوقتي. فلودي برضو بتجيب حاجاتها وانا بنزل اصور وببعت لها وبنختار. وزي ما قلت لكم قبل كده في اللايف ان في المهندس اللي ماسك الشقه هو اللي هيجيب كل حاجه، بس لازم الحاجه بتكون على ذوقنا. برضو لقيت السيراميكا اللي على الشمال اللي هي الفتحه دي، بس الجراي او الاسود اللي فيها كتير. هي طبعا لايقه على الحمام اللي هو موجود فيه. برضو المرايات هناك الشكل بتاعها لطيف وجديدة. بالنسبة للحمام إن كانت القعدة أو الحوض برضو بيكون أشكالهم حلوة قوي. بصوا دي تحسوا إن هي مش متركبة سيراميك، يعني هي تحسوا إن هي حاجة واحدة من بعيد. اللي هي قطع الليزر ده بيكون خفيف جدا، ما بيبينش الفواصل زي السيراميك بتاع زمان. بتلاقوا كده السيراميكا باينة بالفواصل بتاعتها. فاهمين اقصد ايه؟ برضو اللون ده كان عاجبني جدا جدا جدا. بصوا دول انا طبعا هم عايزين مساحة كبيرة، انا شقتي مش صغيرة زي ما انتم عارفين. ويعني انا عايزة اقول لكم ان ربنا هو اللي قدر ده، يعني ان انا اظبط الشقة هنا واتجوز فيها. بصوا برضو السيراميكا اللي على الحيطة اللي هي الفاتحة، انا محتاس مش عارف، دي تحفة جدا جدا جدا. في اللي متابع قناة نور شانيل عندها ستارة في المطبخ على شكل براد او كوبايه، وطبق طبق ايه، قصرية زرع مثلا او طبق فاكهه. هوريها لكم دلوقتي. انا طالع كده، ده برضو المكان اللي فوق هو دورين على فكره. فرع كليوباترا ده اللي في المعادي اللي عند ميدان مؤمن. آه اللي هياخد باله انا هركز على اني سيراميكا، هي دي اللي في دماغي. بس انا عايزه اخد رايكم انتوا، ايه رايكم الارض تبقى كلها ساده؟ اكيد مش هقول لكم واحد واثنين وثلاثه وانتوا تختاروا. لا انا مستني. بصوا برضو الحاجات دي طلعت غاليه جدا، انا مش عارف ان الدش والحوض والخلاطات غاليه للدرجه دي. يعني ربنا يعين كل الناس. مش عارف، في حاجات بخمسة وفي حاجات بأربعة، 5000 وب4000 الواحدة. أنا دي مش شايف، دي ب6000 وحاجة. أهو بصوا بقى اللي على الجنب دي، عاملة هي دي، عاملة بالظبط زي الستارة اللي نور شانيل منزلاها. فكرت فيها كده ان انا اجيبها وزرة في المطبخ، في الحيطة بتاعت المطبخ. وبعدين مش عارف. بصوا بقى الحيطة دي برضو فيها نفس التجزيعة. برضو يعني بسم الله ما شاء الله، يعني اللي عنده شقة كبيرة هيبقى عنده فن اختيار انه يعمل الحمام شكل والمطبخ شكل.
لو كل حاجة محدودة. احنا الشقة بتاعتي او البيت بتاعي عشان صغير، فانا لازم اجيب، معرفش، انا شايف ان انا اجيبها كلها مرة واحدة لون واحد، او ان انا اعملها وزرة بتبقى في الجناب كده من تحت، برضو ده حلو قوي بتاع الايس كريم ده. واللي على اليمين ده حلو جدا جدا جدا، حلو قوي. فانا مش عارف هل هعمل المطبخ لون لوحده ولا اعمل الارض لونه لوحدها، وبعدين اجيب في وزرة من الجناب كده بتبقى محطوطة، يعني بيسيبوا مثلا 10 سنتي. وبرضو الاحواض دي حلوة قوي قوي قوي. يعني يا رب يسعد الناس كلها ويوسعها على الناس كلها، بس مش هقدر ان انا اجيب حوض كبير زي ده. دي حاجة. فانا هستنى منكم في الكومنتات تقولوا لي. طبعا هي دي التشكيلة اللي نازلة بتاعت 2023 ل سيراميكا كليوباترا. دي نمرة واحد. تاني حاجة هتقولوا لي اعمل المطبخ لوحده والطرقة والأوضتين والصالة لوحدهم، ولا هعمل سيراميك من تحت سادة واعمل عليه وزرة من الجناب، ولا اعمل سيراميكا وسيراميكا ابقى اعمل زي ماكدونالدز كده شوية. برضو ده رقيق جدا جدا جدا. دي بقى بتاعت المساحات الصغيرة، هما بيحطوا الوان فاتحة شوية ما بتكسرش او ما بتضيقش اللون. الحمد لله المعرض كان مليان جدا، بس انا كنت بخطف كده ان انا مستأذن قبل ما اصور اكيد. بس كنت مش عايز اطلع حد في مرايات. الفرع ده الحمد لله كان هادي شوية برضو. كانت في ناس كان كلها تحت بتحاسب. البانيو ده برضو عجبني جدا. وفي البانيوهات اللي هي الربع دي برضو كانت شكلها لطيف. برضو للأسف أنا حمامي ما يشيلش بانيو خالص دلوقتي، ربنا يا رب يعني يكرم ويسعدنا. كنت هقول لكم على ايه، بس هتشوفوا بقى دلوقتي. هخش على في سيراميك موجود على حاجات خشب كده، انا ببتدي ان انا اجيبها يمين واجيبها شمال. فيها سيراميكايه كده منغمشه في دماغي وفي اللي احنا شفناهم برضو، بس انا مستني اخد الفكره منكم. انتوا شايفين الارض تبقى ساده زي ما قلت لكم عشان ما بقاش رغاي بس. دي نمره واحد. تاني حاجه هستناكم انتوا طبعا تدعوا لي كتير 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 ان الهم ده يخلص. مش هم الجواز، هم الشقه نفسها تخلص. دي حاجه تانية. وكنت عاوز بس لو حد يعرف، اي حد بيعرف ليه علاقه بالادسنس وبالحاجات دي يقول لي، بس يمنشني عليه. دي برضو حلوة قوي، الإضاءة بتاعتها حلوة قوي. بصوا بقى، احنا من هنا ابتدينا نخش بقى في ايه، في الحاجات الجد شوية. لا يعني نسيبنا من الطقم برضو الهادي ده. بصوا بقى هنا، دي السيراميكات اللي موجودة او السيراميك اللي موجود. مش بشرط انتوا هم عاملين لكم الحيطة كاملة، لو انتوا حابين يبقى ارض وحيطة والوزرة دي تكون في النص. المطبخ احط فيه وزرات من دول، تمام. ولا اجيب انا بقى ليا ان انا اخد اي سيراميكا من اللي محطوطين دول واعمل بيها الشقة. بس الفرق ما بين الارض بتكون كبيرة عريضة او المساحة كبيرة، والحيطان اخف. وركزوا في اللي انا بقول لكم عليه، علشان بصوا السيراميكا هي دي، مش هكدب عليكم، انا السيراميكا دي عجباني جدا. اللي فوق مش اللي تحت، هادية، تجزيعة رقيقة. مش عارف يعني، برضو الحتة بتاعت مؤمن او اللي هو السيراميكا والسيراميكا الصفراء والزرقاء والبيضاء والخضراء والحمراء دي، اكيد دي اختفت شوية او ما بقتش موجودة دلوقتي. وانا علشان المساحة بتاعتي، بص انا رايح جاية ابص على السيراميكا دي اتجنن. ف برضو كل وقت وليه اذان. شقة عشان صغيرة، ف لسه برضو هنشوف موضوع العفش مع بعض، لان انا حابب تكون الحاجة قليلة، ما يكونش فيه مساحات كبيرة في الشقة مليانة وجزء صغير بس اللي نمشي فيه. لا انا عايز ان الحاجة تكون رقيقة وسيمبل شوية، ان احنا نقدر نغيرها، نقدر نجيب حاجة كده، نقدر نجيب حاجة كده، او ننقل مكان العفش، وتكون حاجة بسيطة برضو كده على قدنا، ما تكونش حاجة متكلفة كتير، علشان بس الشقة تتلم بسرعة والحق بقى اتجوز برضو بسرعة. يا رب بس الفيديو يكون عجبكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. انا هنزل الفيديو واقعد جنبكم انتوا تكتبوا وانا ارد عليكم لغاية لما نستقر على حل. واستنوني ان شاء الله بكرة نعمل لايف، علشان خلاص بقى كده نعمل اللايف، وبعدها هنزل اشتري السيراميك ونبتدي كده، وربنا يكرم وربنا يكرمكم كلكم. يا ريت بس اللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك ويعمل سبسكرايب ويعمل لايك وكومنت حلو زيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.